حاجتين، المعالج والرام. المعالج والرام. لكن الهارد لا يسمن ولا يغني من جوع، الا وهو هارد 40 زي هارد 80 زي هارد 160 زي هارد تيرا. كل دول بالنسبه لك وسيط تخزين، ليس الا شيء تاني، وسيط انا بخزن عليه. اقدر ازود بعد كده او اقلل بعد كده. اللي بيميز بورده عن بورده ستروت، خد بالك من المصطلحات. الستروت او بيسموها فتحات التوسعه اللي انت شايفها. كل ما البورده يكون عليها فتحات توسعه، كل ما البورده دهيت في المستقبل اقدر ان انا احدث فيها. معايا يا جماعه؟ طيب في كروت بتبقى خارجيه. ايه؟ في كروت بتبقى كروت خارجيه، وفي كروت لا تصح عليها الا الكروت الداخلي. زي الفتحات دي، الفتحات ديت لا تصلح الا للرام فقط لا غير. لكن لو انا عندي يا استاذ كارت الشاشه زي دي كارت الشاشه، خرب كارت الشاشه، هل معنى الكلام دوت ان انا ارمي البورده؟ لا. لان اقدر اضيف بعد كده كارت شاشه خارجي، وبالتالي يركب على اي فتحه توسعه من الفتحات دي. خلاص يا جماعه؟ وديت في المستقبل بقدر ان انا ازود من مواصفات الجهاز عن طريق فتحات التوسعه اللي موجوده. مثلا ديك تشتري يعني واحد يصممه يكفيك السعر، لكن تضيف اشياء بسعر اقل. ايه؟ حسب اللي انت هتجيبه. خلاص يا جماعه؟ لو جيت تاخد بال حضرتك ان المعالج ده هو راكب فوق منه مروحه او موجود في منه مروحه، لان ديت اهم قطعه واكتر قطعه بتبذل مجهود على البورده، وبالتالي بتسخن درجه الحراره جدا. فبيحطوا على البروسيسور ده اهو مروحه. مروحه ليه؟ علشان تقدر تبرد من حراره البروسيسور. زيد على ذلك ان تحت المروحه ديت في قطعه من المعدن، القطعه دهيت بيسموها مشتت للحراره. شفت كده الطالب لما يبقى عندك واحد ساخن او مريض في البيت بتعمل ايه؟ بدات من الميه، صح؟ ليه؟ بتسحب منه ايه؟ الحراره، صح ولا لا؟ فالمشتت دهوت او مشتت الحراره بيسحب من حراره البروسيسور، والمروحه ديت بتوزع الهواء فبتبتدي تشتت من حراره ايه يا جماعه؟ من حراره البروسيسور. ديت يا جماعه شكل البورده. من هنا هي مروحه البروسيسور ده اهم شيء. دوت زي ما انت شايف اهوت كارت الشاشه، وده كارت الطابعه اللي انت شايفه اهوت، لان اي جهاز معرض انه يشتغل عليه طباعه، وبالتالي لابد ان يكون له مخرج للطابعه ومخرج للشاشه زي ما انت شايف، مخرجين اتنين اهما. زيد على كده مخرج للشاشه، واقدر ان انا بعد كده اوصل فاكس او اوصل اي جهاز اخر من خلال الفتحات اللي انت شايفها دي. خلاص يا جماعه؟ الرامه ديت اقدر ان انا ازود، يعني انا جبت دلوقتي رامه وليكن رامه 512 او 1 جيجا، وعايز ازود شويه يا استاذ، هل معنى ذلك ان انا اشيل الرامه دي ارميها في الشارع واروح اجيب رامه اعلى شويه؟ لا، اخلي الرامه حقتي موجوده زي ما هي، واروح اشتري كمان رامه او اضيف كمان رامه عليها زي ما حضرتك شايف في فتحات التوسعه اللي هي موجوده هنا. ديت شكل الرامه هي يا جماعه، ولابد ان هي تركب بطريقه معينه، لان لو تاخد بالك في رامه فاتحه هي، ولو تاخد بال حضرتك في مدخل هنا او سلوت للرامه من هنا، يعني لازم الرامه دي تدخل صح. طيب في بعض الاحيان الرامه دي يجي عليها بعض العفار او بعض التراب او بعض الشوائب، فتلاقي الجهاز اول ما يشتغل اولا تمنع ظهور الشاشه في الارض، ما تلاقيش صوره ظهرت، وتلاقي دايما تي 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 تسخير شغال كده. يبقى اعرف ان عرض الخطر دهوت او ان العطل دهوت بيعتبر من ايه؟ من الرامه. ببتدي اسحبها، وشايف انت حضرتك الجزء المعدني دهوت بمنديل وأقوم جاي مسحه، او بسبراي وأقوم جاي حاطه على منديل من الورق او قطعه من الورق، وابتدي امسح من الرامه دي يا جماعه كده اهوت، واعيد تركيبها من اول وجديد. او لو انا شاكك ان الرامه بتاعتي ركبتها مره واثنين وثلاثه وعمال امسح فيها يا استاذ خلاص واركب ومفيش شغل، اشيل الرامه خالص وابتدي اشغل الجهاز بدون رامه. لو الجهاز لقيته احضر ليا شاشه سمراء وكتابه بيضاء، يبقى المشكله مشكله رامه، ارمي في الشارع وروح اشتري ايه؟ واحده ثانيه. خلاص يا جماعه؟ يبقى انا هو طبعا لو المشكله استمرت زي ما هي، حتى لو انت في حاله انك شلت الرام والجهاز برضك مش راضي ينطق ولا راضي يشتغل معاك، يبقى المشكله بقى مش مشكله رام، دور بقى على مشكله كارت شاشه، او دور على مشكله نسخه، او دور على اي مشكله من المشاكل الثانيه دي. خلاص يا جماعه؟ اقدر ان انا اشغل 2 هارد على الكيس وليس هارد واحد. يعني انا اقدر احط هارد وبعد كده اقدر ازود هارد ثاني، بس الهارد ده هو لازم له حاجتين، لازم له كابل داتا وكابل باور، وبالتالي يبقى الكابلات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر نوعين من الكابلات،
يا اما كابل داتا يعني كابل بيانات، او كابل باور يعني موصل للتيار الكهربائي. الكابل الداتا دوت عشان يقدر يتناول البيانات من والى. اما كابل الباور دوت اللي هو بيغذي الاجهزه اللي انت شايفها دهيت بالتيار الكهربائي. لو جيت تبص هنا اهوت دوت كابل الداتا اهوت، دوت كابل الداتا اهوت، ودوت كابل اسمه كابل باور اللي انا اقدر بيوصل التيار الكهربي للقطعه اللي انا عايز اوصل لها، وده هو موصل للبيانات. ودوت بيركب في حاجتين اتنين، يا اما هيركب هنا وبالتالي اقدر اوصله في الهارد، والهارد كمان قطعه، يبقى الهارد عايز مني قطعتين من التوابل او نوعين من التوابل، كابل داتا زي ما انت شايف وكابل ايه؟ كابل باور. خلاص يا جماعه اتفقنا؟ طيب تعال نشوف جزئيه معينه هنا ونشوف ازاي اقدر انني انزل نسخه او اقدر انني افرمت الهارد قبل تنزيل النسخه. طبعا انت عارف ان الهارد ممكن ان انا اقسمه لاكثر من بارتيشن، صح ولا لا؟ يعني اكثر من جزء. طبعا الجزء اللي يخص السي واجزاء الجزء اللي يخص السي اللي هو البارتيشن سي، وده يخص النسخه، ونقول لك ممنوع ان انت تحفظ عليه شيء علشان ما تضيقش النسخه في الشغل، وعشان لو حصل اي مشكله للنسخه شغلك بيضيع معاك. وخلي بالك ان سطح المكتب دوت بيعتبر جزء من السي، جزء من السي. اما فيما عدا ذلك انت حر التصرف معاه. علشان كده لما بيحصل للجهاز اي مشكله مع النسخه، كل اللي موجود على سطح المكتب ده هو بيروح فين؟ في المشكله. لكن باقي البارتيشنات بتعتبر ايه؟ موجوده زي ما هي، محدش يقدر يقرب منها او حد يقدر يضرها. خلاص يا جماعه؟ وطبعا كل ما تكون مساحه السي 20 فيما فوق يبقى افضل. لكن بيقول لحضرتك ان في بعض الاجهزه الهارد بيبقى 30 بس يا استاذ. في اجهزه الى الان الهارد مقاسه او 30، طبعا اقصد ب 30 يعني 30 جيجا. هل في الحاله دي هل يصلح انني اقسم الهارد ده يا استاذ؟ انت بتقول لي ادي 20 للسي، هيتبقى 10 يا استاذ. طب ال 10 دول اعمل بيهم ايه؟ ده النهارده الفلاشه 16 و32 و64، يعني مش محصل فلاشه اشيلها في جيبي. قالوا في الحاله دي من الافضل لك انك ما تقسمش الهارد. من الافضل لك انك ما تقسمش الهارد لسببين. اولا لو قسمت الهارد سرعه الجهاز هتقل ومساحه السي هتقل، ومع تواجد البرامج وتنزيلات الاوفيس وتعريفات الجهاز كل دي بينزل على ايه يا جماعه؟ بينزل على البارتيشن اللي اسمه بارتيشن سي. يعني انا لما باجي انزل الاوفيس، الاوفيس بيروح فين؟ على السي. لما بعرف كروت الجهاز، الكروت دي تعريفاتها بتروح فين؟ على السي. فبالتالي ان اي جزء على السي ده هو لازم تبقى مساحته ايه؟ كبيره عشان يقدر يحمل معاك البرامج ديت كلها. خلاص يا جماعه؟ واضح الكلام ده؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض اول جزء من تقسيم الهارد. اولا ممكن اقسم الهارد بطريقتين، اسطوانه اسمها البارتيشن ماجيك، ودي بتستخدم في حاله ان الهارد يكون هارد جديد، ولكن يعاب على البارتيشن ماجيك ان هي ما تقدرش ان هي تقسم الهاردات اللي هي فوق من التيره شويه. يعني تيره كده، هارد من التيره دوت ما بتقدر، لكن اقدر ان انا اقسم الهارد بطريقه سهله جدا 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 اثناء تنزيل الايه؟ النسخه. خلاص يا جماعه؟ طبعا لما باجي اشغل الجهاز ضروري ان انا يبقى في اعتباري ان انا احط في اعتباري ان الجهاز ده هو لابد ان يحصل له بوت. بوت يعني ايه؟ تحميل. لابد ان هو يبوت من على السي. حتى كده بعض المصطلحات الكمبيوتر، طبعا دي كابل الداتا بتاعت الاجهزه القديمه يا جماعه. حتى يقول لك الهارد بتاعك داتا ولا ساتا؟ داتا يقصد بيه الهارد ده اللي هو بيتحمل الكيبل ده، وده كانت مشاكله كتير. لكن الهارد النهارده الهارد الحديث اللي هو زي الهارد ده، شوف دوت كابله اسمه كابل ايه؟ ساتا، وليس كابل ايه؟ داتا. الساتا اللي هو بيركب فيه زي ما قلت لحضرتك، شوف ادي مكانه اهوت، ببتدي اركب فيه الجزئيه ديت، هي مفيش فيها ادنى مشكله، عادي خالص يا استاذ. دي كابل داتا، معنى كده ان هو هيشيل من الهارد بيانات يعرض على جهاز الايه؟ الكمبيوتر، او العكس هيشيل من هنا يحط هنا اهوت. ودوت طبعا الباور اهوت، وده كابل الساتا الثاني اللي هو هيغذي الهارد دهوت بالكهرباء او الباور زي ما احنا قلنا. وهم دول القطعتين اللي بيطلعوا من الهارد زي ما حضرتك شفت كده. قطعه هي اللي هي بتعتبر كابل داتا، والقطعه الثانيه بتغذيه بالكهرباء عشان يقدر يشتغل وما يطلعش منه اكتر من كده. خلاص يا شباب؟ تعالوا نشوف الجزئيه ديت ونشوف التقسيمات ديت مع الجزء بتاعنا والشغل بتاعنا.
عشان يحمل على نافذه السيت اب. السيت اب ديليت طبعا بتختلف من كيسه لكيسه، يعني في بعض الكيسات F2 وفي بعض المسافات بضغط مسطره مسافات وفي بعض الكيسات بضغط لا بضغط على مفتاح ديليت بدون شيفت بدون اي شيء خالص. ايه حسب الكيسات، يعني الدل مثلا بضغط على F2، في بعض الكيسات الدل من النوع الثاني بضغط على مسطره المسافات، وفي بعض اللي بضغط على F1. هو اول ما بيجي يفتح الجهاز هو بيوريك بيقول لك كيف يكون سيت اب بريس كذا اضغط كذا. خلاص؟ سامسونج ركز معايا جدا لان الجزئيه دي هي كلمه السر قبل تنزيل النسخه. لما ضغطت على مفتاح ديليت ما طلعتش ليا نافذه سطح المكتب، لا النافذه دي اسمها نافذه السيت اب. لو تيجي تقرا فوق طبعا مش هقدر استعمل فيها الماوس خالص، كل التعامل معها عن طريق الاسهم وانتر. قالوا ان اهم شيء انا عايز اكلمك عنه كلمه اسمها بوت، وبوت ديت اسمها التحميل. حتى بين مهندسين الكمبيوتر يقول لك ايه عايزين نبوت، او بوت من على السي، بوت من على السي دي، بوت مش عارف منين. كلمه بوت ديت هي مصطلح طبعا خاطئ في الاسم، لكن احنا كعرب لازم ندلع كل شيء. هي كلمه اسمها بوت يعني بدايه التحميل. لو جيت تاخد بقى حضرتك كلمه بوت ديفايس يعني خيارات التحميل، لو جيت اضغط انتر قال لي ان اول شيء في الاختيارات الفلوبي درايف، والفلوبي دي ما عادش في كده النهارده اسمها فيها فلوبي، اللي هو القرص المرن اللي هو الاسمر، مش عارف بعضكم شافوا بعضكم لا، وده كان بيستخدم زمان. فقال لي اول خيار ليا هروح ادور على الفلوبي، وان لقيت فلوبي احمل من عليه. تاني خيار ليا لو في حاله ان انا ما الاقيش الفلوبي بقى، تاني خيار هروح ادور على السي دي او الدي في دي، وفي الحاله ديت هبوت من عليه. طيب او ان انا اروح ابوت من على ايه يا جماعه؟ الهارد. هو اقدر اقرا بقى سعه الهارد من هنا ان هو جاي لي قد ايه؟ احاد عشرات مئات الوف 1600. فاحنا على طول ايه؟ بنشيل الصفرين ونقول الهارد دي قد ايه يا جماعه؟ 160 جيجا جيجا هارد. خلاص يا جماعه؟ جيجا بايت يعني. فطبعا انا ما اقدرش يا استاذ ان انا اخد مين؟ الفلوبي، لان الكيسه عندك ما عندهاش ايه؟ فلوبي. طيب لو انا ضغطت دلوقتي على انتر، لو جيت تبص هنا اهوت الخيارات ديت، لو انا ضغطت انتر فقال لي الاوبشن الخيارات انت عايز تبوت من على ايه؟ احنا عايزين نبوت من على ايه؟ من على السي دي عشان اقدر اخش على النسخه. خلي بالك عشان الخطوه اللي هتعدي مش نقدر نجيبها. لو انت مش فاهم شيء وقفني في الحال. يبقى في الاول يا استاذ من البدايه خالص انا ضغطت على دي، رحت لنافذه الست اب، انا بتعلم انزل نسخه، لان في بعض الناس تحط النسخه وكل ما تشغل الجهاز تطلع نافذه سطح المكتب. ايه اللي هي دي؟ فاروح من السيت اب اهيت اروح ادور على كلمه اسمها بوت، بنزل لاول خيار اللي هو البوت ديفايس، خيارات التبويب او التحميل، فبضغط انتر عشان يدخلني جواها. فلما دخلني جواها قال لي والله احنا عندنا الخيار الاولاني هنروح بيك على الفلوبي، الخيار الثاني هاخدك واروح بيك على السي دي، او الخيار الثالث ان انت هتروح على ايه؟ هتروح على الهارد اللي انت شايفه. فبقول له لا انا مش عايزك تروح بيه على الفلوبي، فبضغط انتر يقول لي طب اروح فين؟ انزل بالاسهم. شوف اسهم بطلع وبنزل. تمام؟ يا اما اقول له الفلوبي، السي دي، الساتا اللي هو الهارد يعني، او الديسيبل يعني ولا واحد من دول. فبقول له لا انا عايز مين؟ السي دي، بضغط عليه اهوت وبضغط انتر، فغير لي من فوق. معنى كده ان الجهاز هيعيد تشغيل بس هيخش على فين؟ هيخش على الاسطوانه، مش رايح على فين؟ لا على الفلوبي ولا على الهارد. بيعتبر الخيار رقم واحد ده معدوم، يشوف الخيار اللي بعده. ولا واحد منه. يعني انا لو قلت له دوت وقلت له ديسيبل خلاص اعدم اللي فوق. تمام؟ بس في الحاله دي تدور على الخيار اللي ايه؟ اللي بعديه. ما هو لازم يبوت من على شيء. خلاص؟ فبقول له خلاص انا هاخد السي دي، قال لي خلاص ادي السي دي اهوت. فقال لي من هنا، وخلي بالك الخطوات دي روتينيه وبعد كده هتعملها وانت مغمض. قال لي سيف اند اكزيت اف 10، يعني علشان تحفظ وتقفل اضغط اف 10. وحتى لو النسخه بالعربي لازم تطلع البيانات دي انجليزي. يعني حتى لو انت بتنزل نسخه عربي لازم تطلع البيانات دي انجليزي. وكلمات خفيفه وسهله. فبيقول لي طبعا سيلكت سكرين يعني انت بتختار من الشاشه عن طريق الاسهم، تشينج اوبشن طبعا زائد وناقص دي يعني انتر في لغه البرمجه، زائد وناقص ديت
بتمثل مفتاح انتر. وهنا هو الجنرال هيلب، لو انت عايز المساعده اضغط F1، ولو انت عايز سيف اند اكزيت هتحفظ وتقفل الاثنين مع بعض اضغط F10. لو انت ضغطت مفتاح اسكيب هتقفل بدون حفظ كانك ما عملتش شيء. فطبعا انا دخلت عملت شغل فاضغط على مفتاح ايه؟ F10. كده يا جماعه باللي انت عملته ده قضيت 50% من تعب الويندوز. قضيت 50% من تعب الويندوز. ضغطت على ديليت رقم 1، رحت على البوت خليته يبدا التحميل من السي دي، وهضغط على F10 اهوت، فبيقول لي سيف كونفيجريشن تشينج اند اكزيت سيت اب. هنحفظ لك التغيرات ديت ونقفل السيت اب، اوكي ولا كانسل؟ فبقول له طبعا ايه ماشي انا موافق. في الحاله دي يا شباب هو دلوقتي هيعيد تشغيل نفسه وهيبتدي يخش على مين يا جماعه؟ هيبتدي يخش على السي دي، على اسطوانه الويندوز، يبتدي يجراها ويبتدي يشوف خطوات الويندوز عامله ازاي. فهو دخل اهوت وابتدى ايه؟ يتعامل مع نافذه الويندوز عادي خالص الاسطوانه السي دي. وهنشوف دلوقتي اول خطوات او اول خطوه هتظهر ليا مع خلي بال حضرتك الخطوات اللي هي هو الشاشه او السطر اللي تحت دوت بيوضح لحضرتك بياخد بيدك في الشغل. في الاول انت هتبص لها لو نزلت 3 أو 4 أو 5 نسخ، بعد كده ما بتجراهاش نهائي، انت خلاص حفظت مجرد ما تبص للشاشه كده انت عارف فيها ايه. هو دلوقتي بقول لك ان السيت اب لودنج فايل ويندوز سيت اب، ان السيت اب دلوقتي بيعمل تحميل للملفات، كل ديت امتداد ملفات عمال يطمن ان هي موجوده على السي دي ولا لا. لو لقى ملف من الملفات دي مش موجوده بيوقف العمليه على طول، بيقول لك ان الجهاز غير قادر على اكمال نسخه الويندوز لان في مشكله معينه. فهو بيأكد بيشوف السي دي اللي محطوطه عنده فعلا هتكمله للنهايه ولا لا. لو مش هيقدر يوصل بيها للنهايه بيوقف من البدايه يا جماعه. خلاص؟ فهو عمال يجرى هو في الملفات اللي موجوده، طبعا الملفات دي كلها ملفات مضغوطه. لو واخد بالك؟ يعني هو بيطمن موجود والا لو هو بيجراها عايز له ساعه. تمام يا جماعه؟ فهو بيطمن على الامتدادات بس اهوت لحد ما ينتهي خالص وبيطمن ان الملفات موجوده، نشوف النسخه اللي بعديها او الخطوه اللي بعدها وصلنا لحد ايه. طبعا انا ما بعملش اي شيء بسيبه يجرى بمزاجه. صح؟ ما بقدرش استعجله مثلا في الامور او ان انا انهي الخطوه دي او اتخطاها، لازم هو يجراها. خد بال حضرتك ان كل ده والماوس معدوم يعني ملوش اي وجود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سجلوا دلوقتي؟ اعتبرني مش موجود. خلي بال حضرتك بقى، توقف الجهاز عند الخطوه دي. خلي بالك، لا مش فاهم مشاكل ولا شيء. خلي بال حضرتك وركز. وخلي بالك بيقول لي انتر كونتينيو. لو ضغطت على مفتاح انتر تكمل معاك الشغل. لو ضغطت على مفتاح ار هنعمل ريبير، يعني هنصلح لك في النسخه اللي موجوده على الجهاز. ودي طبعا ما استعملهاش لان السي دي اللي نازل مش هو نفسه، والريبير دي ما بتحصلش الا مع النسخه الاصليه. تمام؟ والنسخ اللي احنا بنركبها على الاجهزه ديت مش اصليه. خلاص كده؟ يبقى انتر هنكمل في النسخه. ار هنعمل صيانه او اصلاح للنسخه ريبير. F3 نطلع واحنا حبايب مع بعض بدون ما حد يتنازع. يا ترى انت هتستمر في تنزيل النسخه؟ ولا انت هتصلح في النسخه؟ ولا نطلع؟ طبعا الكويت يعني هنا او يعني اصلاح. كلمه ريبير يعني اصلاح. انا بقول لحضرتك اهو لو النسخه اصليه عمل ريبير بيقول لك استعاده. النسخه مش اصليه مش قدامك الا انت ايه؟ كونتينيو يعني بتنزل نسخه جديده في كل مره. طبعا انا هضغط على مفتاح ايه؟ انتر F3 ننهي ونطلع ونمشي. انتر F3 قال لك بتساوي ايه؟ كويت. كويت دي يعني ايه؟ يعني لو ضغطنا F3 خلاص وسيبنا ونمشي. خلاص؟ فطبعا ضروري ان انا اضغط على مفتاح انتر عشان اقول له نستمر.
فقال لي بليز ويت انتظرني شويه. فبنتظر. طبعا كل ما كان المعالج سريع وكل ما كانت الرامات اعلى كل ما عمليات البطء ديت بتقل لانه بيقرا بسرعه. تقدر ان البروسيسور لما اقول مثلا البروسيسور سرعته 3 ميجا هرتز يعني بيقوم ب 3 مليون عمليه في الثانيه الواحده. بيقوم ب 3 مليون عمليه في الثانيه الواحده. ولما يكون البروسيسور سرعته شويه في بعض الحالات تلاقي الجهاز يحصل له عمليه فريز. فريز يعني ايه؟ تشويش. ساعتها يقول لك اضغط كنترول والت وديليت عشان ايه؟ تنقل. يعني الجهاز ساعتها هتلاقي لا الماوس بيتحرك ولا الكيبورد شغال والجهاز خلاص مفيش فايده انك تشيل الباور وتحطه من تاني. معنى كده ان هو حتى احنا نقول لك الجهاز هنج. هو بالمصطلح العلمي اسمه فريز. فريز يعني ايه؟ تجميد. طب التجميد ده يعمل ايه؟ قال لك ان الكمبيوتر بيخش في سلسله من العمليات لا هو قادر يوصل اخرها ولا قادر يرجع ايه في الاول فبيقف في النص وما يتحركش. دوت تعريف مصطلح الفريز وده كان سؤال في الاي سي فريز يرجعه ولا يسوي؟ ما بقول لحضرتك فريز بيتجمد يعني بيقف مكانه لا يروح ولا يرجع. ايش تسوي في حالة؟ كنترول والت وديليت. ايش اسباب؟ ليش؟ ما دي تبين المشكله اللي هو فيه تقول له خلاص ما تكملش. خلاص؟ طبعا ديت اتفاقيه النسخه. فبيقول لي لو انت ضغطت F8 يعني انت موافق على الكلام. لو انت ضغطت اسكيب يبقى I don't agree يعني مش موافق على الكلام. لو انت ضغطت على باك داون مفتاح باك داون نكست بيجيبك للصفحه اللي بعدها عشان تقرا ايه؟ باقي الاتفاقيه. خلي بالك. انا ما يهمنيش من الكلام ده. بعد كده انت هتلاقي نفسك تضغط F8 فاهم انت اضغط F8 مش بس انا عايز اوضح لك اول مره بس. F8 دوت انت كده كده لا تملك الا النخيل. زي مين؟ زي ما بتيجي تنشئ ايميل كده وبعض الاحيان يقول لك موافق على الاتفاقيه ديت غصب عنك ايه؟ ولما تيجي تنزل الاوفيس لازم يجيب لك اتفاقيه ولو ما عملتش ضغطه او كليك على انك موافق على الاتفاقيه ما تلاقيش مفتاح التاني. فانت هنا مضطر انك تقول له ايه؟ موافق ولا مش موافق ولا نجيب لك تقرا باقي الاتفاقيه. انت اصلا ما انتش فاهم دي بيقول ايه. فانت مش قدامك الا انك تضغط على مفتاح ايه؟ F8. فلما ضغطت على F8 بل البارتيشن او الهارد بتاعك مقسم لاثنين بارتيشن والبارتيشنين اسمهم سي ودي. حتى لو انت مسمي بارتيشن واحد اسمه محمد والتاني اسمه اسلاميات هو ما بيعترفش بالكلام ده. هو بيعترف انه اسمه السي والدي. طبعا جهاز الكمبيوتر لا يفهم عربي ولا يفهم انجليزي ولا يفهم فرنساوي. امال ايه هي لغه جهاز الكمبيوتر؟ حد يعرف؟ الأرقام. ايه الارقام. الكمبيوتر فعلا بيتعامل بالارقام اللي هو اسمه النظام الثنائي 0 و1. ودي رياضه حاسب شغلها عالي جدا. النظام الثنائي والثماني والسادس عشر والثانوي شغل كبير. اللي انا عايزك تعرفه ان الكمبيوتر لا يفهم اي لغه الا لغه اسمها لغه الاله اللي بتتكون من ايه؟ رقمين 2 0 1. خلاص؟ هنا هو بيقول لحضرتك ادي البارتيشنات اللي موجوده في الارض. بارتيشن اسمه السي يعني جزء مسمينه السي وبارتيشن تاني اسمه الدي. الطبيعي ان دايما نسخه الويندوز بتنزل على نسخه على البارتيشن سي. والا لو انا نزلت بالسهم لتحت وضغطت هنا هيبقى انت عملت مشكله. اولا الجهاز هيبقى عليه نسختين ويندوز ولما يجي يفتح يطلب منك ادخل من على السي ولا ادخل من على الدي. ده اول مشكله ودي مقدور عليها. المشكله الثانيه ان كل شيء موجود على الدي هيطير. ليه؟ لانه بيجبرك انك قبل ما تنزل النسخه تنظف له المكان. يعني ايه انظف له المكان؟ يقول لي فرمت لي المكان. خلي بالك. فانت لازم تبقى انت ايه؟ الخطوه دي تاخد يقظتك قوي. يعني ما تبصش لزميلك وانت بتعملها. ايوه يا استاذ علي السي. لو جيت تبص هنا وخلي بالك وركز جدا بقى. انتر بتساوي ايه؟ تحميل. انستول يعني تنزيل او تحميل. لو ضغطت انتر يبتدي يحمل لك ويندوز. يعني نفس طريقة الثنايا. السي هو امر يعني ايش اسمه في الثنايا يعني حاولوا تخففون على السي لانه تفقدون يمكن اشياء في اقرب وقت. ايه؟ طيب لو ضغطت دي ديليت بارتيشن هنحذف البارتيشن. طيب افرض انت حذفت البارتيشن وكملت يعني انت جيت على الدي ده وقمت جاي قايل له ديليت اصبح الجزء او المساحه بتاعت الدي ديت باد بارتيشن
يعني مساحه الكمبيوتر مش حاسس بيها نهائي. خلي بالك. طيب لو انت انا هو ضغطت F3 كويس، يعني يلا نسيب النسخه ونطلع بره. خلاص؟ من هنا اقدر ان انا اقسم اقسم هارد الجهاز او البارتيشن. خلي بالك وركز معايا جدا. اولا عشان اقسم الهارد، خلي بالك ان هو ده شغل النهارده. بطلع على السي واقول له ها؟ لا، لو ضغطت انا اكمل تنزيل النسخه. ضغط سي، ضغط سي. لو ضغطت سي ما يمليش اي شيء. لو ضغطت شيء ولا شيء دايما عينيك تحت. ايوه السي مكتوب. فين السي؟ سي فوق هنا. شيخ تحت. create a partition in the. لا لا لا، ده دوت اسم البارتيشن نفسه. لكن هنا قال لك انتر بتساوي ايه؟ انستول. يعني لو ضغطت انتر هننزل. طيب اقرا اللي جنبها دي بتساوي ايه؟ فطبعا عشان قدر ان انت ما رحت اشتريت بيت، البيت دي مكون من دورين، دور اول دور ثاني. بس انت عايز تقسم البيت بطريقتك، فانت مضطر انك تعمل ايه؟ تهد البيت ونبتدي نبني بيت تاني. فدلوقتي انا ههد البيت اللي متقسم ده، التفصيله اللي موجوده دي انا ههدها ازاي؟ فهو راجل قال لي لو عايز تهد اضغط على دي. فبقول لي ها هنكمل ولا ترجع في كلامك؟ انتر يعني كونتينيو ولا اقول له انتر؟ طيب خد بالك لانها مهمه جدا، لسه بسالك عشان تدلت اضغط ال. انت شايف ولا مش شايف؟ كلام هو انا ما بجيبوش من عندي فبضغط ال. فاصبح في ايه؟ on partition space. يعني باك سيكتور، يعني اصبح دلوقتي الهارد قد ايه؟ 72 جيجا، واللي فوق ده مش حاسس بيه الكمبيوتر 80. وضحت؟ يبقى دلوقتي انا لو فتحت جهاز الكمبيوتر او نزلت نسخه بقى على الدي وكملت، يبقى كل اللي موجود على جهاز الكمبيوتر هو ايه؟ بارتيشن واحد مساحته قد ايه؟ 72. لو استاذ ده الهارد بتاعي 80 72 ازاي؟ يبقى كده عندك باد بارتيشن، جزء من الهارد غير معرف. عرفت يعني مصطلح باد بارتيشن؟ جزء من الهارد غير معرف. طيب انا هكمل انا هديت الدور الفوقاني، ههد الدور الثاني، هعيد عليك الخطوات او انزل عليه. دي عشان اهد، ال عشان اكمل. اصبح عندي ايه دلوقتي يا جماعه؟ اصبح عندي دلوقتي ايه؟ الهارد كانه جديد. الهارد كانه جديد. كل شيء على الهارد دلوقتي في الشارع. فالمفترض ان انا دلوقتي ما تقدرش تنزل نسخه دلوقتي. ممكن. بس بيفرمت لي اساس الجهاز كامل. ولا لا. كده الهارد كانه جديد، قطعه واحده دلوقتي. ما عادش متقطع او متجسد. فبيقول لي انتر عشان انستول، ومجرد ما توصل لنهايه الانستول او نهايه النسخه الجهاز ما يفتحش، يوصل عند مرحله ويبتدي يعيد تشغيل، يوصل عند مرحله ليه؟ لانه مش جاري او مش قادر يقرا الايه؟ البارتيشن، هو مش مستني. طيب سي خد بالك المره دي بقى ما عادش في دي بقى. كان الاول بيجيب لك دي عشان تعمل ديليت، ما هو ما عادش في حاجه تدلك. فقال لك المره دي هنشيل منك دي ونحط مكانك سي. سي معناتها ايه؟ كريت بارتيشن، هننشئ اول دور. بارتيشن يعني ايه؟ جزء. هننشئ اول دور ولا نطلع ونمشي؟ طبعا مش في امكانك انك تضغط انتر، لا نضغط على ايه؟ سي. خلي بالك اول سي. فقال لي المساحه كام؟ تاخدها كلها سي واحط لك كل المساحه اللي هنا. فبمسح المساحه دي واقول له لو انا عايز المساحه تبقى 20 جيجا اكتب الاول 20. خلي بالك لانها مهمه جدا. وبعدين احط 1000 ثلاث اصفار. 20000 دي يعني 20 جيجا. لان الجيجا الواحده فيها قد ايه؟ فيها 1024 جيجا. فلما اجي اتكلم عن الجيجا، الجيجا دي هي اللي موجوده حاليا في السوق. يعني يقول لك هارد 80 جيجا يعني 80000. بس احنا بنوفر الايه في الكلام؟ هارد انا عندي هارد يا استاذ 180 يقصد 180 160 ايه؟ 160000. طيب انا عندي هارد 500 ايه؟ 500000. وبالتالي انت لما تيجي تكتب لجهاز الكمبيوتر انا عايز المساحه دي 20 يبقى لازم تقول له 20 ايه؟ 1000. والا لو انت قلت له 20 كده بس يعني 20 ميجا ما تتحملش حتى تشيل اوفيس. استاذ صح سبب الهارد اذا طاح مثلا الغير اللي فيه بظروفها. لو وقع على راسه مشكله. ايوه
كل شيء. ايه ممكن وارد يعني. فدلوقتي انا هقول له 20 وادي 1000 1 2 وبعدين انتر تو كريت انتر اهو. فقال لي بيختبر الجزء انشأت اول دور. انشأت اول دور تحت نفس الخطوات بقى ما انتش محتاج تقرا سي عشان امشي انتر اهو. فقال لي ايه بس انت في الحاله دي يا استاذ خدت المساحه كلها حطيتها فين؟ دي. طب انا عايزهم 3 بارتيشن او عايزهم 4 بارتيشن 5 بارتيشن انا حر. يقول لك خلاص يا عم سيب السي زي ما هو. مش انت عايزه 20 احذف ثاني دي. خلي بالك ما عادش هنا سي خلي بالك هنا موجود ايه؟ دي. اقول له دي وبعدين ايه؟ حذفت البارتيشن انزل تحت واقول له سي عشان انشئ واقول له لا مش كل المساحه دي. خد لك 15000 1 2 3 وبعدين قال لي خلاص بقى عندي 2 بارتيشن والمساحه دي لسه فاضيه معاك. كده سي المساحه دي كلها تكفي؟ اقول له لا يعني كفايه عليها في البارتيشن ده 5 1 2 3 5 جيجا يعني انتر. بقى عندي 3 ادوار ولسه عندي مساحه اقدر ابني فيها تاني. اقول له سي عمليه بدات اهي هنشئ. يقول لي كل دول اقول له لا معلش هناخدهم نعمل هو 7 1 2 3 انتر. شوف بنيت الدور الرابع. نبني الخامس وكفايه ولا نزود؟ خامس وكفايه؟ اكفي خامس وكفايه اضف عليه المساحه الفاضيه عشان ابني واقول له سي. يقول لي دي كل المساحه اقول له خدها بقى. خلاص فما عادش عندك بارتيشنات فاضيه. امال ايه يا استاذ؟ الثمانيه بيجي تقول هياخدهم يعني هياخدهم مش بيدوهم لك. مش انت لما بتيجي تبني يقول لك سيب لي الشارع؟ مش بقول لك سيب لي الشارع؟ دول بتوع الشارع. 8 بيجي دول بنعتبرهم كاش ميموري مساحه صغيره كده الرامه تعرف تجري فيهم. بس هذا شيء يعني فوق وتحت. ايه هو باخدهم منين؟ 8 ميجا دي يعني حاله تذكر يعني ما تشيلش ملف وورد يعني. بس بيفرح بيهم مين؟ في الرام. يعني لو ذاكرت من القاعده تقوم تمشي فيهم شويه. خلاص يا جماعه انشأت كومبارتيشن 1 2 3 4 5 وكنت اقدر امسك 6 و7 و8 بس طبعا كل ما البارتيشنات بتزيد كل ما المساحه بتزيد والسرعه بتبقى الله يفتح عليك وتبقى العمليه يعني بتزيد عن حدها قوي. 8 ثابته 8 شيء مهما اخترت اي رقم. ما انا بقول لك هو لازم ياخد ال8 دول. خلاص يا جماعه يبقى ادي كومبارتيشن كتير واقدر كنت اقلل المساحه بس انت حاول ما تزودش عني. يعني لو الهارد 500 4 كويس قوي. لو الهارد تيرا زود يبقوا 5 بس هتزود عن 5 هتعمل ايه؟ واحد للسي وللنسخه واحد اسلاميات واحد منوعات واحد يفصل هتجيب ايه تاني؟ يعني انت عايز 5 اماكن تحفظ فيهم مش مكفيين. الناس شغاله على ايه؟ على بارتيشن. خلاص يا جماعه فدلوقتي انا عملت ايه؟ اول شيء ضغطت على مفتاح الجديد وداني للست. رحت على البوت قلت له ابدا التحميل من السي دي. لما فات وعمل ضغطت على اف 10 حفظ وطالع لي الجهاز من اول وجديد بيستعرض لي من على السي دي. بعد كده قال لي لو عايز تستمر اضغط هنا. ضغطت انتر قال لي انتظر عندنا شويه. الهارد بتاعك طلع من السي ودي ينزل لك على السي ولا عايز تهد وتبني؟ احنا هدينا وبني. خلاص يا جماعه هعيد موضوع اعاده ضبط الهارد ديت. هعيدها لسه في ايديا حاليا. حد عايز يعيدها؟ خلاص من خلال تحت. طبعا من هنا حرف الدي موجود لان المتوقف فعلا على شيء مبني فبقول لك ايه هتهد ومتوقع كده. لكن لو هو بالفعل مهدود ما تلاقيش الدي موجود تلاقي ايه مكانها ايه؟ سي وبقول لك انشئ بارتيشن. خلاص يا جماعه طبعا دلوقتي انت ايه؟ يفترض ان انت هتنزل على مين؟ على السي. طبيعي ان هو ينزل على السي. فدلوقتي المره ده هقول له ايه؟ انتر عشان استمر ولا هندلت ولا هنمشي؟ طبعا اقول له ايه؟ انتر علشان اقدر استمر. فبيقول لي عندك 3 انواع من الفرمطه. عندك 3 انواع من الفرمطه. الفرمطه يعني ايه؟ اعاده التهيئه. طيب ما يقدرش ينزل بيانات الا لما تعيد التهيئه. حتى الفلاش الجديد يقول لك عيد التهيئه اول ما تشغله. او انت مثلا لما يبقى الفلاش عليها فيروسات كتير تقوم تضغط يمين عليها وتقول لها ايه؟ فورمات. فورمات يعني ايه؟ نظف اللي عليكي صح؟ طيب لو انت عملت
فورمات كويكلي الاولانيه ديت، ودي الشائعه في الاستعمال. بيقول لك لما يبقى الغرض جديد بس، اللي تحتيها لو انت بتفرمت من غرض انك تتخلص من الفيروسات. فيما عدا ذلك لو انت يعني مش مستعجل. وطبعا الفورماتات اللي هي بدون كويكلي بتبقى افضل. تمام؟ يا دي يا دي. وان كان معظم مهندسين الصيانه باخد الفورمات الاولانيه لانه طبعا مش قاعد على جنب الجهاز، وهي بتقوم بالغرض اللي هي يعني المطلوب منها برضه. خلاص يا جماعه؟ فبضغط عليها طبعا اجرى تحت انتر عشان نستمر ولا اسف عشان ننهي، فبقول له انتر، فقال لي التحميل او السيت اب از فورماتنج بيعمل ايه؟ اعاده تهيئه. طبعا هيعيد تهيئتها بسرعه دلوقتي. الثاني اللي كانت ايه خلص اهوت، وقال لك اني بتفحص السي، يعني بشوف المساحه هتكفيني ولا لا، لان انت طبعا هديته جميل، فلاقيها بكفته. فابتدى يعمل ايه يا جماعه؟ كوبينج للفايل، ينسخ ملفات النسخ. خلاص يا جماعه؟ طبعا في الحاله ديت ممكن اسيبه واروح اشرب شاي، ممكن اسيبه واروح اتغدى، ممكن اسيبه واروح اصلي، ممكن اسيبه واطلع سوريا وحاجات، ومجرد ما بترجع من بره بتلاقيه كمل تحميل نسخه الويندوز بتاعك. خلاص يا جماعه؟ ها وصلت؟ ها ازاي اعمل او اعمل بارتيشنات في الهارد اثناء تحميل النسخه من الدي، وبعد كده يبتدي يحذف البارتيشن، وبعد الدي يحل محلها السي عشان تبدا تنشئ بارتيشن، ويعمل فورمات للسي اهوت، وهو بينسخ الملفات لحد ما يوصل 100%، يبتدي يعمل اعاده تشغيل. كل دي وانت بعيد عن الجهاز النهائي، لا بتضغط على المفاتيح ولا بتضغط على الفيروس. ساد الخطوة الأخيرة الكويك والهذا ساد الثاني حق الفيروسات. هي بص حضرتك، انا بقول لك هو الاولانيه اللي هي الفات ديت هي بتقوم بالمهمه اللي هو مغرض منها، يعني تقدر تقوم بالاثنين، يعني سواء كنت بتفرمت من اجل الفيروس او بتفرمت من اجل ان هو هارد جديد. هي احسن شيء. اسرع وافضل. وبدون طبعا كل ما كان البروسيسور عالي يا جماعه كل ما كانت عمليه النسخ اسرع. يعني هو دلوقتي نسخ 43% من ملفات مين؟ من ملفات مين؟ الويندوز. هو بنسخها دلوقتي ملفات مضغوطه على فكره، وبعد شويه هيبتدي يفرد. اول هيخلص هو لحد ما يوصل 100%، وبعد ما يوصل 100% هيعمل ريبوت او عليه تحميل ثاني. كميش مش ضروري يعني لا ويندوز 8 ده اغلى شويه، ويندوز 8 اصله بيتنسخ على دي في دي اغلى شويه يعني 15 سي دي واحد. لا السي دي بتنزل على 5 او 10 وسنه مش العمليه سهله جدا يا جماعه، سهله جدا جدا. وخد بال حضرتك ده نسخه ديت اللي احنا بننزلها ديت نسخه اكس بي، واكس بي دي صعبه جدا يعني مبرفه في تنزيلها زي ما انت شايف كده. طبعا ال7 مفيش اسهل من كده، ال7 خطوتين وخيارين اثنين وبتختارهم بالماوس. يعني في اول خطوه التبويب زي ما في الاكس بي زي ما في ال7. بعد ذلك بيقول لك عايز طبعا تقدر ان ال7 دي في منها نوعين، في منها 7 32 وفي 7 64. طبعا في الشركات والبصمات ومش عارف ايه ولما تكون الجهاز في شغل لا 32 للاسف يعني. 64 دي الاصدار الاحدث. اقدر ناخد واحد يعني؟ ال 64 دي طبعا ايه اصدار اعلى، لكن في اجهزه جديده بتشتغل عليه. يعني البصمه عندنا في المكتب قال لك غير النسخه من 64 وده 32، فانت اللي بتختار في عمليه التنسيق. واضح؟ وهو بيبتدي يعمل اعاده تحميل بما فيه ان النسخه اصلا بتعرف بعض الكروت. ال7 بتنزل مع رفع بعض الكروت زي كارت الشاشه وزي كارت الصوت. ساد الفرق 7 وال8 ليه صار السد؟ لا ال7 اولا النسخه لها سمات كثيره يعني مساحتها كبيره. يعني ما ينفعش مثلا السي دي عاديه تشيل نسخه 7، لازم تنسخ على دي في دي. وبتاخد مساحه كبيره جوه من الهارد. اسرع في التعامل مع ليه صار السد معقده؟ هي والله كله بالممارسه. من حوالي 8 او 9 سنين كانت الناس تايهه في ال7 دي، وكانت الناس حابه الاكس بي لانه هو اتاقلم على الاكس بي
بدليل ان النهارده انت ممكن تلاقي لحد النهارده انت بترتاح للاكس بي لانك انت اتعلمت على الاكس بي، وفي ناس بدايه تعليمها على ال7 وبالتالي هي بترتاح في ال7 عن الاكس بي. خلي بالك الجهاز خلص نسخ وعمل ريستارت من نفسه، يعني هو عمل ديت بوادر نسخه الويندوز، هيوصلك لشاشه الترحيب وبعد كده يبتدي يفرد الملفات زي ما انت حضرتك هتشوف. ابتدى يحس بمين دلوقتي؟ دي اول مره يحس بمين؟ اول مره يحس بمين؟ بالماوس. دي اول مره اشوف الماوس من ساعه ما نزل. هو دلوقتي بيفرد اهوت قدام منك الملفات بتكتبها، يبتدي يحط لك بعض الاعلانات اللي انت شايفها، بيقول لك انا نزلت بجهاز بنافذه جديده او مصدر جديد، وحاطط لك بعض الوقت طبعا الوقت دي مش بوبه بالتيبيكال يا جماعه، يعني مش 39 دقيقه، يعني 39 دقيقه قد تغل وقد تنقص يعني، بس هو بيقول لك ايه 39. خلاص يا جماعه اتفقنا؟ خلاص نتوقف عند هذا القدر. فرمات الهارد غدا بمشيئه الله انزل النسخه اجيب لك معايا